أنا ياسين، عندي 30 عام، مهندس، وكنت كنظن أن الحب كيقدر ينتصر على كل شيء. من الثانوية وأنا كنحب هند وبقات ديما في قلبي، حتى منين دخلنا للجامعة رجعنا نعاودوا التواصل وكأن القدر بغى يرجعنا لبعض. هند كانت إنسانة طيبة، ذكية، بسيطة بزاف، ولكن ما كنتش من عائلة ميسورة. أنا كنت ولد عائلة معروفة، وماما دايما كتحلم تشوفني متزوج بنت من مستوانا. منين قررت نخطب هند كنت فرحان بزاف، حسيت أن الحلم ديالي غادي يتحقق. مشيت عند ماما وقلت ليها: ماما بغيت نتزوج بهند. سكتت شوية وبنظرة فيها برود قالت ليها: بنت فقيرة ما تصلحش ليك يا ولدي. حاولت نقنعها، قلت ليها: ماما ماشي الفلوس اللي كتعطي القيمة، هند عندها قلب ما يطوجش. ولكن هي بقات مصممة: أنا ما نرضاش تشوه اسم العائلة ديالنا. قلبي كان كيتقطع. كيفاش الأم اللي علمتني معنى الحب والرحمة تكون هي السبب في دموع البنت اللي كنحلم بها؟ هند فهمت الموقف وما بغاتش تزيد تجرني بين نارين، وبهدوءها المعهود قالت لي: ياسين، الحاجة اللي ما بغاوهاش الوالدين ما غاديش تتيسر. حاولت تخبي دموعها وقالت لي: ياسين، حبك غالي ولكن كرامتي أغلى، الله يسهل عليك. أنا قلبي تكسر وما قدرتش نتجاوز، وديما كنشوف صورتها قدامي. وبما أني كنت خدام في شركة متعددة الجنسيات طلبت النقل لأوروبا. ماما ما بغاتش، بكات وما خلات ما قالت ليا، وأنا بقيت مصر على قراري. دابا داز 3 سنين أنا باقي عزيز، وأي بنت كنتعرف عليها كنلقى راسي كنقارنها بهند. ماما مصدعاني، كل مرة كنجي للمغرب وكتوريني تصاور البنات، ولكن أنا قلبي مع هند وما بغيتش نظلم معايا حتى شي بنت الناس. مرة كنسول عليها شي حد من أصدقائنا القدام، وغير مؤخرا قال لي واحد فيهم خدام في نفس الشركة اللي خدامة فيها هند باللي حتى هي باقة بلا زواج، وباللي ديما كيجيوها الخطاب وكترفضهم. بعد المرات كنفكر نمشي لدارهم ونخطبها ونتزوج بها، ولكن أنا عارف باللي ما غاديش تقبل تتزوج بيا بدون موافقة ماما. بيني وبينكم، مني عرفت باللي ما بغاتش تتزوج فرحت، حيت هذا كيعني باللي ما قدراتش تنساني وباقا كتبغيني. ونهار يتحل المشكل ونتزوجوا انا وهند غنجي نقولها لكم. غير دعيو معنا وتابعوا صفحات وقناة صوت الروح.